لا سلطان يدوم ولا قوة تعلو إلا قدرة الواحد الأحد. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ما جرى في الإسكندرية وما سمعنا عنه لم يكن مجرد اضطراب في الطقس، بل تجل مهيب لقوة لا تقاس، لحضور كوني يذكر الإنسان بحجمه الحقيقي في هذا الوجود الهائل. لم يكن البرق مجرد ضوء، بل شقا في نسيج السماء، كأنها تصرخ بما عجزت عنه الأرض. ولم يكن الرعد صوتا، بل نداء قديما يهز الأرواح قبل الجدران، ويفتح في القلب فراغا يطل منه السؤال الأبدي: من نحن أمام هذا الجلال؟ الطرقات التي غمرها المطر لم تكن سوى مرآة لما غمرته الغفلة في داخلنا، وكأن المدينة نفسها تبكي نيابة عن قلوبنا اليابسة. مشهد لا يقرأ بالعين فقط، بل يتأمل بالعقل وترتجف له النفس. أكان غضبا؟ ربما. أكان تحذيرا؟ ربما. لكنه في جوهره كان تذكيرا بأن الإنسان مهما تطاولت قامته لا يزال ظلا ضعيفا في حضرة الله. فالرسالة كما نقشتها السماء على جسد المدينة واضحة كالنور: لا سلطان يدوم ولا قوة تعلو إلا قدرة الواحد الأحد. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك